ازاي نزود السيت بوينت وازاي نظبط السيت بوينت عشان نعلي معدل الحرق اللي موجود في الجسم. في 4 حاجات ممكن يساعدونا ان احنا نعمل الموضوع ده. اول حاجه هي الاكل، وفكره ان انا اقلل الاكل مختلفه تماما عن ان انا استخدم الاكل الصحي كوسيله انها تعلي معدل الحرق بالنسبه لي، لان في ناس كتيره ممكن تقلل كميه الاكل وبالتالي يحصل رد فعل عكسي من الجسم ان هو يخزن الدهون في الجسم ويقلل معدل الحرق ويزود احساس الجوع. عشان كده طبيعه الاكل هتختلف معانا. الفكره بالنسبه لنا ان احنا نقدر نستخدم الاكل كعلاج. علشان افهم ازاي استخدم الاكل كعلاج لازم اعرف ان في اكلات بتعلي معدل الحرق واكلات بتقلل معدل الحرق. الاكلات اللي بتعلي معدل الحرق بغض النظر عن السعرات الحراريه بتاعتها زي الخضروات النشويه اللي زي القرع والبنجر والزبادي والسمسم وحبوب الشيا والبذور والبقوليات، كل دي اكلات بتعلي معدل الحرق. الاكلات اللي بتقلل معدل الحرق زي الالبان، زي الحلويات، زي الصودا، زي الفاست فود، دي حاجات كلها بتقلل معدل الحرق الموجود في الجسم. الفاست فود اكتر حاجه بتقلل معدل الحرق الموجود في الجسم، عشان كده لازم كل واحد فينا يحسب نسبه الاكل الصحي اللي بياخدها في اليوم بتاعه لنسبه الاكل الغير صحي عشان يقدر يوصل لتوازن وزياده في معدل الحرق بغض النظر عن الاكلات وسعراتها الحراريه. وبالتالي انا لما هتعلم ازود كميه الاكل من الاكل الصحي اللي بيعلي معدل الحرق واقلل نسبه الاكل اللي بيقلل معدل الحرق، هكون وصلت لمعادله تظبط السيت بوينت بتاعي.